مساء الخير يا فندم. اهلا. البيتزا يا فندم الحساب 56 جنيه، اتفضلي. ما انا عارفه الحساب على فكره، ولا هو لازم انت اللي تقول الحساب؟ لازم تحكمات. انا الراجل فانا اللي اقول الحساب، انا الراجل فانا اللي افتح الباب، انا الراجل فانا اللي اعمل كل حاجه. بخلي عن حضرتك خالص يا فندم، بس هو في حاجه يا فندم؟ هو انت تقصد ايه بخلي عنك دي؟ تقصد ان انا مش من حق اشتغل وابقى مستقله ويبقى معايا فلوس اصرف بيها على نفسي؟ لا على فكره، المراه هي نص المجتمع، وانا ليا حق ان انا اشتغل عادي زيك. وعلى فكره انا ممكن اشتغل شغلانه الدليفري دي عادي، يعني مش حوار. انت عارف ان البنات دلوقتي بيسوقوا سكوترز واحسن من الولاد كمان؟ ولو انت طيار فانا طياره. انتوا اللي كابتين طموحنا بافكاركم الرجعيه المتخلفه. سكوتر ايه؟ انا معايا مكنه حلاوه ومدوره يا فندم. على فكره انا مؤمن بالمساواه، انا والدتي موظفه حكومه وبتاخد بالها من البيت. ممكن تحاسبيني عشان عندي اوردرات تانية؟ معلش. حتى والدتك ما سلمتش من المجتمع المتخلف ده. تشتغل وتخدم في البيت، سوبر وومن يعني. وفين النطع بقى باباك اللي جابك عشان تقول للستات خلي عنك خالص؟ لا اله الا الله. في المصيف مع مراته وولاده يعني. ممكن تحاسبيني عشان امشي؟ اهلا اهلا. خاين وطفشان ورامي الحمل كله على مراته. كنت عارفه صنف واحد عمركم ما هتتغيروا. يا فندم دي امي واخواتي وسافروا وصيفوا، ما خدونيش بس عشان عندي امتحان. انا بحكي لك التفاصيل دي ليه يا فندم؟ ممكن تحاسبيني عشان انا لو ما وصلتش الاوردرات اللي معايا هترفد. النهارده هنحكي مأساة سيدة مصرية عايشة وسطينا. احكي لنا عن المأساة اللي والدتك بتعيشها، وما تخافش كلنا هندعم قضيتها. انا امي ما عندهاش فيسبوك، وبعدين حضرتك يعني انا فهمت حضرتك، انا فهمتك. انا هجيلك يوم من اوله كده معيش اوردرات ونحضر بقى الترند من اوله، بس ممكن تمشي لي دلوقتي عشان انا عندي اوردرات تانية هترفد. هو انتوا من امتى بتفهموا؟ كلكم كده ما بتسمعوش ومش شايفين حد غير نفسكم تهمشونا وتتحكموا في كل حاجه، لكن ده بعدكم. المرأة هي كل حاجه.